الركراكي في آخر اللحظات يستدعي بالعمري لاعب الرجاء الرياضي لتعويض اللاعب حكيم، مشى تعويض اللاعب حكيمي اللي نال البطاقة الصفراء اللي غادي تمنعه باش يكون حاضر في المقابلة المقبلة اللي غادي تجمع المنتخب الوطني بالمنتخب التنزاني. نتمنوا حد موفق بالعمري للأسف مع الرجاء الرياضي تو نزل المستوى ديالو. نتمنى بأن هاد المنادات ديالو تخليه بأنه يجتهد، لأن بالعمري للأسف كما قلت كانت عنده إصابة فعلا نرجع، ولكن المشاكل التي عاشها فريق الرجاء الرياضي وكذلك المشاكل ديال بعض اللاعبين اللي تم يعني الهجرة ديالهم إلى الدوري اللي بخلات بعض اللاعبين ديال الرجاء الرياضي هما كيطمحوا باش يلتحقوا بهذا الدوري. نتمنوا أن بالعمري يعني يشتغل ويخدم في يعني بواحد الشكل اللي هو جيد باش يكون كذلك المستوى ديالو جيد وتكون كذلك حتى المكانه ديالو في المنتخب الوطني. وحنا في هذا المنبر كنا دائما كنشكروا بالعمري الرئيس اللاعب ديال فريق الرجاء الرياضي اللي كانت يعني كيلعب بواحد لي مستوى وكيلعب بواحد الطريقه اللي هي جيده، ونتمنوا هذه المنادات تعطيه واحد لو مورال باش يخدم ويشتغل، لان لا بغى المنتخب الوطني وبغى تكون عنده مكانه مستقبليه داخل الوطني. اذا كما قلنا في اخر اللحظات تم استدعاء بالعمري المدافع الايسر لفريق الرجاء الرياضي.